حذر الأسباني ديل بوسكي مدرب ريال مدريد السابق لاعبين نادي ريال مدريد من مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، وهيواجه المارد الأحمر النادي الملكي في نص نهائي كأس العالم للأندية. وظهر ديل بوسكي في تصريح لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، وقال إن نادي ريال مدريد بيمر بأزمة قوية، وإن اللاعبين المؤثرين في الفريق مش متواجدين وده بسبب الإصابات. وأكد إن نادي ريال مدريد بيملك أفضلية لتحقيق الفوز على المارد الأحمر وده بفضل اللاعبين أصحاب الخبرات، وإن الفروق حاليا في لعبة كرة القدم من حيث النجوم والقيم التسويقية ما بقتش موجودة في الكرة الحديثة، وإن لعبة كرة القدم اتطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وتوقع ديل بوسكي إن المباراة هتبقى في غاية الصعوبة للنادي الملكي. وأكد ديل بوسكي إنه مش بيتابع النادي الأهلي بشكل كبير في الفترة الحالية، لكن النادي الأهلي فريق كبير وبيحقق نجاحات دايما في بطولة كأس العالم للأندية. وختم ديل بوسكي الحديث عن النادي الأهلي وإنه كان مدرب لفريق ريال مدريد وده في عام 2001، وصرح إنه واجه الأهلي في مباراة ودية وده في استاد القاهرة الدولي، وقدر النادي الأهلي إن يفوز على نادي ريال مدريد ب1-0، والهدف ده كان من توقيع النجم سنداي وده بعد تمريرة من حسام غالي. وصرح ديل بوسكي ان اللي عمله الاهلي وقتها من سابع المستحيلات وشبيه بالمعجزة، وده لان نادي ريال مدريد كان بيضم مجموعة من النجوم العالمية. وصرح وقتها مانويل جوزيه ان فرص النادي الاهلي للفوز على ريال مدريد كانت 1%، وفاز النادي الاهلي على نادي ريال مدريد وسط دهشة كل العالم. واكد ديل بوسكي من خطورة المارد الاحمر وانه يقدر يقلب الطاولة مرة تانية على النادي الملكي.